زمان اللي بيلبس طربوش ده كان بيه. زمان دايما الناس تتباهى بلبس الطربوش، ولما كان يقلع الطربوش معنى كده ان هو شكله ما بقاش احسن حاجه. طيب ودلوقتي الطربوش ما بقاش بيتلبس فوق راسنا، الطربوش بيتلبس في اسناننا. الطربوش دوت حاجه بنحطها على الاسنان، بتبقى تغطيه كامله. كل الناس بتسال طب ايه الفرق ما بين الطربوش وما بين الفينير او الوجه اللاصق؟ هقول لكم انا الفرق ايه. الطربوش لما كان الناس بتلبسه زمان كان بيبقى شكله ايه، بيتلبس ازاي؟ كان بيغطي الراس كلها، ودايما ما تشوفش اي تفاصيل كتيره من الشعر اللي موجود. طيب وبالنسبه للكراون بيغطي السنه كلها، ما بتشوفش تفاصيل من اللي حوالين السنه ديت او الضرس دوت. طب احنا ليه بنختار الفينير وامتى بنختار الكراون؟ ليه بنختار الفينير؟ علشان ندي شكل حلو، نقفل مسافات صغيره. طب ليه بنختار الكراون؟ هقول لكم ليه بنختار الكراون. الكراون ده ماده قويه بيتعمل عاده من الزيركون او من الاي ماكس او من الزيركو ماكس. الماده دي بتبقى قويه اقوى من تكوين السنان، فلما بنيجي احنا ناكل عليها ما بتتكسرش بسهوله، وفي نفس الوقت شكلها بيبقى حلو. بس هي تغطيه كامله، يعني بنعملها لما يكون الضرس ده فعلا محتاج يتغطى. يعني احنا لو عندنا حاجه مهمه قوي وحاجه ثمينه قوي وغاليه علينا قوي، هنعمل ايه؟ هنفضل نلفها بحاجات قويه جدا علشان نحافظ عليها. هو ده بالظبط تفسير او معنى الكراون في طب الاسنان. عندنا حاجه غاليه قوي بس ضعيفه، عايزين ان احنا نحافظ عليها، هنعمل ايه؟ هنعمل الكراون. الكراون تغطيه كامله، يعني بيغطي الضرس كله لان الضرس ده ضعيف ومحتاج ان هو يتغطى. الفينير مش اكتر من وجه لاصق، بنغير بيه لون او بنقفل بيه مسافه صغيره. الفينير حاجه تجميليه وقويه وجميله وكل حاجه، بس كل حاجه منهم وليها استخدامها. وده علاقه الطربوش بتاع زمان بطب الاسنان.